عليها هيل. كده محوج. بتحط ايه في القهوه يا عم انت؟ هحط اصبعي بس. لا ده عسل ده. خلصت مع ابو خالد من هنا ولقيت نفسي قدام واحد من اجمل واحلى المحلات اللي بتعمل مشغولات جلديه، وكان لازم ادخل لصاحب المحل واتكلم معاه شويه. القهوه دي بقى الناس بتشربها هنا وترجع له تاني. نسوان انت بتحط ايه في القهوه يا عم انت؟ هحط اصبعي بس. لا ده عسل ده. عسل بس اصبعي صور حلو حطها. الراجل دي معاك النبي. الله حبيبي والله. الله يخليك يا رب، الله يخليك حبيبي. انا عايز اوريكم حاجه من الحاجات الجميله في الشام، وهي الحاجات بقى الجلد والشنط واللي معموله بطريقه جميله يدويه. كل الحاجات دي معموله يدويه. عمو هنا والمكنه بتاعته اهي، وبيقعد يعمل كل الحاجات دي. بصوا. السلام عليكم عمو. ايه الاخبار؟ ازاي الصحه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ اخبارك عامل ايه؟ انت اللي عامل الحاجات دي؟ مو كله بس عامل منها. ايه طبعا. بس معظمه يدوي؟ كله يدوي. كله يدوي. بصوا يا جماعه، شنط كله يدوي هنا في قلب الشام القديم. اسم حضرتك ايه؟ ابو معاذ. ابو معاذ. عمو ابو معاذ. بصوا الحاجات اللي عاملها ما شاء الله. بصوا التفاصيل. معظم الحاجات دي يدوي. وبتشتغل على المكنه بتاعتك يا عمو؟ يا حبيبي طبعا شغال على المكنه. تمام. هلا ده ايه اللي بتشغل عليه ده؟ اشتغل لك اشتغل. يلا بينا. تعال. بسم الله. يلا ممكن اقعد هنا؟ تفضل سريع حبيبي. ايوه خلينا كده. ما شاء الله ما شاء الله. دي هيبقى حذاء بعد كده صح؟ شايفه متبطن من جوه للشتاء. هذا خف يسموه خف او مسح. هذا بياخذوه مشان يمسحوا عليه منه الدفا منه للصلاه بيمسحوا عليه مسح. يعني ينفع نلبسه في الصلاه 24 ساعه بتمسحوا عليه. كنت مسافر 72 ساعه. والله ما شاء الله. مقيم يوم وليله يعني 24 ساعه من تاريخ افساد الوضوء. اوكي انا اوريهم هيبقى زي كده صح؟ تمام. بصوا يا جماعه ده اللي احنا مش جاب جزء يعني تصلوا فيه تمسحوا عليه. ما شاء الله جميل. تسلم ايدك يا عمرو. الله يسلمك يا رب. شغال في المهنه دي بقالك قد ايه يا عمرو؟ 45 سنه. 45 سنه. 40 سنه ما شاء الله. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك لك. طبعا الولد كان يشتغل. انا من صغري اقعد معه يعني من صغري. بيجي المدرسه اقعد معه اتفرج عليه كيف عم يشتغل. يعني دي من الوالد متوارثه المهنه؟ مهنه الوالد تقريبا. في نفس المكان؟ لا غير مكان والله. غير مكان بس في الشام يعني؟ في الشام طبعا. ايه نعم الحمد لله. مبسوط في اخر سنه؟ يعني احنا كان نفسنا نجي لكم من زمان مش عارفين نيجي، بس دلوقتي اهو الحمد لله بقينا نيجي. يا 100 اهلا وسهلا. انت مبسوط اخر سنه؟ لكم الثاني سوري. الله يخليك يا رب. الله يخليك. والله فرحنا فيكم والله به سعيد. اسعدتونا يعني كل عنه. واحنا مبسوطين ان احنا معاكم. اهلا وسهلا. وبنتمشى في وسط حواري الشام والاجواء الجميله دي والقعده الرايقه دي معاك. ربنا يديك الصحه. الله يديك الجميع ان شاء الله. يا رب يا رب. كنت بتعمل حاجه تانية جنب المهنه دي؟ في عنده ابقاب. بتعرف الابقاب؟ ابقاب عند شيخ الابيب. لسه موجود؟ موجود هناك. هذا كمان هذا انا بسويه. بص يا جماعه هذا غوار توشد. غوار توشد ذريت لحام. ايه؟ غوار توشد وذريت لحام. كان يطلع كم مسلسلاته بالابواب. عرفت غوار؟ ايوه والله اجواء خطيره. كان منها يدويه قديمه بس يعني هذا مطلوبه يعني. بس لسه حد بيطلبها؟ ايه بيطلبوها نعم. بياخذوها هيك مثل الفلكلور يعني الفلكلور كذا يعني. كفلكلور يعني؟ الفلكلور حد بيستخدمها في الحمامات ولا حاجه ولا مفيش؟ حمام في بيستخدموها كذا مثلا. حمام السوق بس بتاكل عن حمام السوق للرجال يعني. ايوه كله بقى بيستخدموا ايه فوتوا على الجوالي والبراني كله بالابقاب بيفوتوا بيطلعوا من الابقاب. والله اجواء. الابقاب يعني لبسه صحي كمان. جميله الشام القديمه كمان بتفكرنا بالقاهره القديمه. قاهره المعز. كل الاسواق عندنا حاجات شبه كده. كان الخليلي شبه كده شويه. كان عندنا واحد اسمه مصري هون يشتغل نقاش. نقاش الناس على النحاس. في اشكال طير الحلو كثير. في فن مبدع كان. توفى الله يرحمه اسمه قاد مصري. كان عندنا في خليل النحاس فعلا كان مهنه كويسه حلو كثير. لو حبيت تضيف حاجه للشارع ده تضيف له ايه؟ هلا الشارع هذا يعتبر كله
كله شارع مهني شرقي يعني، كله يعني شغلات حلوه. بس ما زال محتفظ بشرقيته. طبعا يعني هلا في اكل وشرب، في البسه، في نحاسيات، في شرقيات، يعني في صلاف، خشبيات، في اشياء حلوه يعني. هو السوق يعني خلص هذا هو يعني طبيعته، هو كده. طبيعته وزحمه. اذا فوت له مثلا محل شاورما ما بيزود حاجه كده. شيء شغال بيع واحد شاورما كده سريع. فلافل كمان. هلا على كل مصر بيفتح شارع سوريا يعني، وعنكم كله اكل وشرب كثير. خلاص بقى احنا اكلنا بقى واحد دلوقتي. كثير العالم هنيك بسط الشاورما السوري رقم واحد عندنا. كثير العالم بسط، ما هيك بتعرفوا قالوا كثير والله. اكلكم جميل والله، الحلويات بتاعتكم جميل، السوري مقلوبه ما كان مقلوبه وكبسه والملوخيه والحلويات. في واحده اسمها مدلوقه. مدلوقه حلويات خطيره، جربتها اللابسيه، كانت اللابسيه بفوق والنابلسيه عجيب تحت جبل. مين اجمد احسن واحد بيعملها هنا في الشام؟ المشهورين فيهم اكثر شيء نبيل نفيسه. لا مشهور نبيل نفيسة؟ نبيل نفيسة. عندك الوسام كمان اللي مشهور فيها. وسام. عندك بالميدان كثير تعرفين في الميدان. سمعت البيك كمان بحي سوسه عروجه. حلو، ممتاز نجربه. كذا حد يقول لي البيك. دخلك صحن كذا. ايوه نروح البيك يا جماعه عشان نجرب الصحن ده. لو في من جاء من المحل اللي عندك دخلتك راح تعبي صحن. حبيبي والله، حبيبي نور الدنيا، وانبسطت ان احنا قعدنا معاك القعده الجميله دي. حبيبي والله. دمشق ما بتخلصش يا جماعة، ولسه فيها حاجات أكتر تتحكي، فما تنسوش تعملوا فولو عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية.